فين بانت المدرسة أول مرة وعلاش داروها؟ المدرسة كانت البداية ديالها ما بين القرن الثامن عشر والتاسع عشر مع قيام الثورة الصناعية الكبرى في الغرب، وهنا بان واحد الخصص كبير في اليد العاملة اللي كتعرف تكتب وتقرأ باش تفهم التعليمات مزيان وتنفذها، بالإضافة إلى طاعة الأوامر والانضباط في الوقت. وهنا فين جات الفكرة ديال إنشاء أول المدارس الخاصة بالتعليم العام لتلبية الطلب. غادي ينجح هذا النظام الجديد وغادي تزدهر الصناعة فعلا بسببه، ومن بعد غادي ينتشر في العالم كامل. هورست مان كان سياسي أمريكي في ذاك الوقت، والمعروف كذلك بعراب التعليم العام، كان كيقول أن المدارس خاصة تكون بحالها بحال شي مصنع كبير كندخلوا ليه المادة الخام وكتخرج لنا من الجهة الأخرى المنتج النهائي. جون تايلر جيتو كاتب أمريكي واللي دوز أكثر من 30 عام في التعليم كيقول كذلك في كتابه The Underground History of American Education، التاريخ السري للتعليم الأمريكي. المدرسة ما كتعلمناش التفكير، بل كتعلمنا الطاعة والخوف والحصول على الإذن وتنفيذ ما يطلب دون نقاش. وانتوما شنو الرأي ديالكم؟